السلام عليكم، عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى طبعا هاي العيديات اللي عملتها أشكالها إن شاء الله تعجبكم. طبعا بسيطة وسهلة. كل اللي نحتاجه قنينة مياه شرب غازية، وأيضا بيضة الأطفال، حلويات أكيد كلكم تعرفوها. وأيضا نحتاج ألوان الأكريليك، طبعا هذا اللون الأبيض لأنه راح أستخدمه فاستخدمت العلبة الكبيرة، وهاي تكون سيت كامل ألوان، وهاي الباكيت مالته إذا حابين تشوفونه. وأيضا راح أستخدم بلاستيك شفاف، طبعا راح أحتاج قطعة صغيرة، طبعا هاي حسب الرغبة. وأيضا كرتون أبيض، طبعا أني ما متوفر عندي كرتون فراح أستخدم الكرتون اللي نستخدمه بطباعة الصور، إذا تلاحظون الكتابة عليه من الخلف. وأيضا كرتون أسود صبغته باللون الأسود، طبعا هذا أيضا كرتون لطباعة الصور صبغته باللون الأسود حتى استخدمه. طبعا هاي الإسفنجة أكيد تعرفوها مال المكياج، تكون مضغوطة وناعمة. وأكيد الجلو والثاقبة وشريط أي لون طبعا، وسكينة أو كتر ومسطرة وقلم، قلم رصاص وقلم جاف. طبعا راح أقرب الكاميرا حتى يكون واضح أمامكم. بهالشكل. الآن راح أقصها، أعمل فتحة وأدخل المقص. طبعا أعدل الأطراف، طبعا هنا سرعت الفيديو حتى لا يطول الفيديو عليكم. راح أبدأ أصبغها بالألوان. أيضا البيضة أصبغها باللون الأبيض، طبعا انتظرها إلى أن تجف. الآن أعمل الأرجل باللون الأسود، طبعا هنا ننتبه 4 الأرجل والخامسة نبقيها لون أبيض. مثل ما تلاحظون 4 أرجل باللون الأسود، طبعا هاي راح نبقيها باللون الأبيض. وأيضا هاي البيضة عملت لها دوائر باللون الأسود. وبالنسبة لهاي الماء مصبوغ، هاي راح نضع عليها الرأس، يعني حسب الرغبة إذا حابين تصبغونه أو لا. وهاي شكلها من الداخل. وهاي الكرتون اللي صبغناها، طبعا ما كان متوفر عندي كرتون لون أسود. راح أرسم الرأس هنا، طبعا هنا ما يبين الرسم فاتح، لأن مثل ما تكلمت بالبداية الكرتون اللي دا استعمله خاص بطباعة الصور، ففاتح جدا ما يبين على الكاميرا. طبعا هنا رسمته وقصيته. هنا دا أثقب الكرتون حتى أعمل عيون تكون بشكل أرتب، أفضل ما أرسمها بإيدي وأقصها دوائر للعين. راح ألصقها بالجلو السائل. بهالشكل هذا. الآن أرسم عيون باللون الأسود. الآن راح ألصقها. بهالشكل. أيضا ألصقها. أضع الحلويات والعيدية أيضا بهالشكل. أيضا داخل البيضة، طبعا داخل البيضة الصغيرة أكيد ما راح نحط عيدية لأنها صغيرة جدا، فقط حلويات. هنا طبعا هاي الفراشة استخدمتها في فيديو توزيعات بأعياد ميلاد الأطفال. هاي الصورة أمامكم، طبعا رسمتها بشكل واضح، وأيضا قاصتها راح أضع الرابط الفيديو بصندوق الوصف إذا حابين تتفرجون عليه.
طبعا فقط هنا أنا صغرت الفراشة مثل ما تلاحظون بالشريط الستن، دا اربطها اعملها على شكل وردة، اربط العيدية تطلع بشكلها حلو. طبعا هنا دا تلاحظون الفراشة بدون رأس وعيون، عملتها بهالشكل تكون صغيرة اجمل. طبعا وهاي اللي ما متفرج على هذا الفيديو، هاي ايضا توزيعات عملتها. طبعا من الخلف داخلها حلويات الفراشة، وايضا هاي الورود للاكل. هنا طبعا رسمت باللون الاحمر دوائر بهالشكل تكون. طبعا افكار بسيطة. الان راح ارسم شكل بالقلم رصاص. طبعا هنا انا رسمت بس ما كنت منتبهة على الكاميرا انه مدى يصور مدى يبين، فرسمت وشرحت. فالان راح اخطط عفوا بالقلم الجاف حتى يكون واضح. هذا الرسم امامكم. طبعا القياسات بهالشكل 6 مستطيلات. طبعا اذا حابين توقفون الفيديو وترسمونه حتى يكون افضل. هنا اضطريت اسرع الفيديو حتى كل الافكار انزلها، لانه بصراحة ما يعني تأخرت بتنزيل الفيديو. هذا الفيديو كان مفروض ينزل يوم الاحد، بس بصراحة صارت عندي ظروف صحية، ألم حاد بظهري، ونصحني الطبيب بالراحة وايضا استخدم حزام طبي. ورغم هذا سويت لكم الفيديو حتى تستفادون من عنده، يعني كنت مصورته فقط المونتاج عملته. طبعا المونتاج عملته بالموبايل. ان شاء الله المونتاج يعجبكم، لانه ما استطيع اظل جالسة على اللابتوب. وايضا ان شاء الله صينية الخطوبة احاول اعملها قبل العيد ان شاء الله، وصلتني طلبات كثيرة قبل العيد. الان الصقها. الان اطويها. بهالشكل اصبحت. طبعا الزائد راح اضع شريط لاصق شفاف، والزائد راح اقصه بالمقص مثل ما تلاحظون. اصبحت بهالشكل. الان راح اضع الرأس عليها الصقة. طبعا هاي هنا بمناسبة عيد الاضحى راح نضع الرأس، واذا حابين باعياد ميلاد الاطفال اكيد راح تتغير الزينة. اضع حلويات واضع بداخلها العيدية ايضا بهالشكل. هذا شكلهن. وايضا عاملة نفس الشكل، بس هنا الكرتون يكون ملون عليه ورود اذا تلاحظون، ورسمت قلب وقصيته. وهنا راح استخدم البلاستيك الشفاف، قطعة صغيرة جدا بهالشكل. راح اضعه على الكرتون السوداء حتى يكون واضح امامكم. بهالشكل يكون اوضح. وراح استخدم الجلو الشفاف. طبعا اذا تلاحظون هنا القياس، هنا كل مستطيل 5 سنتيم تركت، و2 سنتيم هاي حتى اقدر اغلق المستطيلات مع بعضهن. طبعا مثل ما تكلمت وقفوا الفيديو على الصورة اللي وضعتها وحتى تستفادون من هذا الشكل، لانه بصراحة ما اقدر اعيد الفيديو، لانه مثل ما قلت لكم نصحني الطبيب بالراحة، وايضا حاليا دا استخدم حزام طبي، فكان صعب علي انه اعيد الفيديو. فوضعت لكم الصورة. الصق البلاستيك الشفاف. طبعا هنا تعطيها جمالية اكثر،
إذا حابين أيضا مثل 3 قلوب نحط أو 4 قلوب حسب الرغبة، بس أنا اكتفيت بواحد بهالشكل. هذا راح أغلقها بالسيليكون. أضع الحلويات وأيضا الأيدية بهالشكل. طبعا هنا راح استخدم أكياس الدجاج اللي عملته بالبداية، طبعا ها حسب الرغبة، إذا حابين تغلفوها بأكياس الدجاج، بس أنا حسيت تكون أحلى بأكياس الدجاج نغلفها بهالشكل. أربطها بالشريط، طبعا الشريط أكيد حسب الذوق، نختار اللون حسب الذوق والرغبة. أعقده وأعملها على شكل وردة. أقص الزائد بهالشكل أصبحت. إذا حابين تغلفوها بهالشكل أو إذا حابين تبقوها بدون تغليف، أيضا هاي الفراشة اللي عملتها وهذا الشكل أيضا وهذا الشكل أيضا. إذا حابين هاي الفكرة نستفاد منها بأعياد ميلاد الأطفال. هنا أيضا هاي البيضة داخلها حلويات، وأيضا هاي بيضة داخلها حلويات. طبعا هاي أفكار عملتها بالفيديوهات السابقة، أيضا عيديات، وأيضا بعضها توزيعات بأعياد ميلاد الأطفال. هذا قنينة مياه شرب عادية استخدمتها، هنا استخدمت كرتون، وأيضا هاي توزيعات بأعياد ميلاد الأطفال نقدر نستخدمها حسب المناسبة. طبعا وهاي الفيديوهات كلها راح تكون الروابط بصندوق الوصف، وأتمنى دعم القناة بالاشتراك واللايك والشير، وروابط الفيسبوك وتويتر وانستغرام راح تكون بصندوق الوصف. مع السلامة.